السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله دي اول محاضره في الفولنربيلتيز الاساسيه اللي هتبقى معانا في الكورس. اول حاجه هنبدا شرح بيها هي الكروس سايت سكريبتنج. يعني ايه اصلا كروس سايت سكريبتنج؟ كروس سايت سكريبتنج ان انا كاتاكر اقدر احقن كود، ايا كان الكود، هو ميليشيس كود، هو كود دار بحقنه جوه الويب بيجز. ايا كان الكود بقى، كود جافا سكريبت، ايا كان الكود، يعني ممكن احقن كود HTML جواه، بس على حسب كل واحد، على حسب الضرر بتاعه يعني. تمام. دي الفكرة، ان بيقول لك الاتاكر to access vulnerabilities that injected malicious code into the web application. عشان هو ال XSS اصلا بيتنفذ على ال client side vulnerabilities. الكلاينت سايد ده مفهوم واسع، بيضم اكتر من ثغرة بتتنفذ. يعني ايه كلاينت سايد اصلا؟ يعني اللي هو من جهة العميل. يعني بحتاج ان العميل يتفاعل معايا او يتفاعل مع الصفحة دي عشان اقدر انفذ الضحية، انا اقدر انفذ الكود نفسه، او اقدر انفذ الثغرة. تمام. فعشان كده اسمها كلاينت سايد. تمام، عكس السيرفر سايد، ثغرات زي الاس اس ار اف السيرفر سايد يعني. وبت affect web applications like input validation and leverage client side scripting. هو بيتنفذ يعني من الكلاينت سايد على السكريبتنج يعني. تمام. هنعرف ده كل ده قدام في العمل ان شاء الله في نفس المحاضرة. تمام. هو عندنا ال XSS بتتقسم لنوعين أساسيين ونوع تالت، بس هما يعتبر تلات أنواع يعني. الأنواع الأساسية اللي هي زي الريفلكتد. ريفلكتد دي يعني منعكسة، يعني أنت بتشوف الأثر ده قدامك في الصفحة. وحاجة اسمها ستورد أو بيرزيستنت. الستورد اللي هي بتتخزن عندك في البراوزر، بتتخزن عندك في الصفحة، زي مثلا لو أنا بكتب كومنت، فبكتب كومنت، تمام، كتبت كومنت، فبالتالي الكومنت بيفضل محفوظ في الصفحة. تمام. فدي الفرق، ده الفرق ما بينهم يعني. وفي عندنا اللي هو الدوم بيست اكس اس او الدوم اكس اس. الدوم اكس اس اللي هو بيتعامل مع الدوم، اللي هو الدوم اوبجكت موديل اللي في جافا سكريبت، هنشوفه قدام. طب انا اقدر اعمل ايه اصلا، او الاتاكر ده يقدر يعمل ايه؟ اقدر اعمل كوكي ستيلينج او السيشن هيجاكينج. اقدر اسرق الكوكي او السيشن. تمام. ممكن اقدر الكوكي لما اسرقها ابقى اقدر، يعني انا ليا اكسس على الصفحه، بس من ناحيه الكوكيز او السيشن نفسها اقدر يبقى معايا السيشن دي. تمام. ممكن اسرق، اقدر اسرق الاوثنتيكيتد سيشنز. تمام. اقدر اخش على الصفحات، اسرق الاوثنتيكيشن، اعلي بيها الاوثنتيكيشن بتاعتي. ممكن اسرق الاوثنتيكيشن بتاعت ادمن او حاجه. اقدر اعمل اكسبلويتنج للبراوزر فولنربيلتيز. الكي لوجينج، تمام، اعرف اليوزر ده بيكتب ايه. ده نوع من الاتاك، من الاتاكينج يعني. اسمه الكي لوجينج. اقدر اعمل فيشنج انجكشن، ده فيك لوجن، ده فروم انتو ويب بيج تو كابتشر كريدنشلز. تمام. اقدر احقنه جوه صفحه بيتطلب ان انا ادخل فيها كريدنشلز في الطريق، فبالتالي بقدر اسرق الكريدنشلز دي، زي مثلا الكريدت كارد بتاعته، بياناته، حاجات. تمام. لو ان الستوري بريزنتد حاجه بتتخزن جوه الويب بيج، زي الكومنتس، كل الكلام ده. تمام. هنشوف قدام برضو في بلايند اكس اس اس اللي انا ما بقدرش اشوفه بيتحط في صفحات تانية، بس هو نوع برضو، يا اما ريفلكتد يا اما ستورد يعني. هم كله بيتقسم على الريفلكتد او الستورد، كل ده بيتقاس على الحاجتين دول. تمام. هو طريقه عمله عاديه جدا، ان انا بحقن الكود في الويب بيج، والويب بيج دي على حسب بقى، لو هي بترفلكتد ليا انا في نفس الصفحه، فانا بشوفها، فبالتالي باخد اليو ار ال كامل باسمه بالماليشيس كود. تمام. واقدر ابعته للضحيه. تمام. فبالتالي بقدر استغل حاجه زي كده. فهو طريقه عمله عاديه جدا، يعني طريقه عمل الويب سايت نفسه. تمام. وبريك لنا فليكت اكس اس، كل اللي احنا قلناه. تمام. ده كود جافا سكريبت. تعال نشوف بقى مثال حقيقي. قبل ما نرجع، تعال نشوف مثال حقيقي دلوقتي للريفلكتد اكس اس، ونرجع نشوف الدوم. تمام. ده لاب على بورد سويجر. هو دلوقتي اللاب، لا ده دوم. هنشوف لاب ريفلكتد اكس اس، اكس سكريبتنج او لاب اكسس على اللاب. تمام. دلوقتي بعد ما اللاب فتح، دلوقتي انت كاتاكر مثلا، انا مثلا الاكسس اس دي بحقن. يعني ايه بحقن؟ يعني انا لازم حاجه تبقى انبوت، حاجه لازم ادخل فيها تكست، ادخل فيها صوره، ادخل فيها اي حاجه. فبالتالي ده اسمه انبوت.
ففين الانبوت هنا مثلا؟ يعني أنا ممكن انبوت ايه مع انبوت؟ ده انبوت ولا مش انبوت؟ الانبوت بقى انا باحن فيه كود. احنا مثلا دلوقتي تعالى نكتب تيست مثلا. بعد ما عمل سيرش، ايه اللي حصل؟ قال لي ان زيرو سيرش ريزلت فور تيست، مفيش حاجه اسمها تيست. فبالتالي الكلمه اللي انا كتبتها هنا ريفلكتد، حصل لها ريفلكتد عندي في الصفحه فظهرت لي. فده مؤشر كبير ان انا عندي ثغره اسمها كروس سايت سكريبتنج، وبالذات الاخص اللي هي ريفلكتد. فبالتالي احنا عندنا ابسط بيلود، يعني ابسط بيلود على وجه الارض كله هو بيلود سكريبت العادي. سكريبت سكريبت تمام. انا عاوز اعمل ايه؟ انا ممكن اعمل حاجات كتيره، من ضمنهم واسهلهم عشان انا بشوفها بعمل حاجه اسمها اليرت. الاليرت دي بتعمل لي بوب ابس كده، تظهر لي فيها الحاجه اللي انا عاوزها. انا عاوز اعرض رقم واحد. سكريبت دي ليه بكتب سكريبت؟ عشان في كود الجافا سكريبت لما انا لو في صفحه HTML وعاوز اعرض كود جافا سكريبت جوه الصفحه، بحطه بين التاجز اللي اسمها سكريبت في ال HTML، وبالتالي اي حاجه جوه التاجز اللي اسمها سكريبت دي هتتنفذ على انها جافا سكريبت. فبالتالي مفيش اي فاليديشن، مفيش اي حمايه، مفيش اي تشفير ان انا حاجه زي كده في سكريبت، دي حاجه ضاره بالنسبه لي صح. فانا ليه ما احميهاش او ليه ما اخفيهاش اصلا؟ فعشان مفيش اي فاليديشن، فبالتالي الالرت ده المفروض هيتنفذ. بالتالي اتنفذ. ايه اللي ظهر لنا؟ ظهر لنا بوبس دلوقتي. اللي ظهر لنا دلوقتي اللي هو واحد اللي احنا كتبناه. فده معناه ان ده ريفلكتد خلاص، اتعكس لي في الصفحه. تمام. تعال نشوف حاجه. تعال نشوف الستورد مثلا. ستورد اكسس. تمام. تمام. فاحنا اول حاجه قلنا، اول حاجه لازم ندور عليها، لازم نعرف ايه، لازم نشوف فيه اي انبوت ندخل فيه اي حاجه. فبالتالي من عنوان اللاب اصلا ان ده ستورد، فحاجه هتتخزن جوه الويب بيج نفسها. فتعالى نشوف على البوست ده، نشوف فيو بوست، نقلب كده. انت محتاج حاجة تانية اكتر من كده؟ دلوقتي لقيت في حاجة اسمها كومنت نيم ايميل ويب سايت. انا دلوقتي معرفش انهي واحد فيهم اللي هيبقى هو مصاب بالثغرة اصلا. فتعال نكتب اي حاجة. ادي نيم، نكتب مثلا تيست احمد تيست تيست ويب سايت، مش مشكلة ويب سايت. تمام. هنعمل بوست كومنت. بالتالي هو اتعمل حق دلوقتي، ظهر لنا الكومنت بتاعنا. فليه؟ طب ما نيجي نكتب السكريبت اللي احنا كتبناه في اول مره، هو ابسط سكريبت يعني عامه. سكريبت سكريبت ونعمل فيه اليرت. على فكره اليرت ممكن تكتب فيه اي حاجه، يعني انت ممكن تكتب فيه تكست عادي زي مثلا اكسس. هناخده علشان انا معرفش هو انهي واحد اللي مصاب بيهم يعني، مش بنجم يعني. هتلاقي تيست، هو اكيد مش الايميل لانه اصلا بيطلب تنسيق معين اللي هو تيست، لازم يكون فيه تيست. نعمل بوست كومنت. نرجع تاني. اول ما رجعنا للصفحه اللي فيها الستورد اكسس اس، خلاص عرض لنا فعلا البوب ابس اللي هي الاليرت. تمام. بما انه عرض لنا الاليرت، يبقى الاليرت يبقى خلاص، يبقى هو اتنفذ. وايه اللي طلع المصاب هنا؟ هو هنا عرض لنا الكومنت نفسه، الكومنت نفسه زي ما هو. يبقى ايه المصاب؟ احنا دلوقتي عرفنا المصاب اللي هو خانه النيم نفسها هي اللي كانت مصاب. فعرض لنا ايه؟ الاكسس اس اليرت. لو كده دلوقتي عملنا ريفريش تاني، خلاص كل ما هزور الصفحه، كل ما هزور الصفحة ده اللي هيحصل، الالرت هيعمل كده، هيعمل الرت. ف تمام. فتعالوا بقى نشوف بقى ال الدوم بيست اكس اس اس من ناحية الديفلوبر، او نشوف الاكس اس نفسه من ناحية الديفلوبر. الدوم بيست اكس اس اس هو ريفلكتد، ممكن يبقى ريفلكتد، ممكن يبقى ستورد عادي جدا. فالريفلكتد مثلا هنا عندنا لما ادوس علينا على السيرش. تمام. خلينا نكتب اي حاجة. المفروض ان انا ظهر لي هنا كويري في السيرش اسمه كيو ايكوال اب. تمام. فلما ظهر لي الكويري سيرش ده، ده المقصود بالدوم بيز اكس اس اس اللي هي اللي هو الدوكيمنت اوبجكت موديل اللي هي في الجافا سكريبت. فانا هنا ممكن احقن الكود بتاعي اللي هو المعمول عليه، اللي هو المفروض اصلا اللي هو الماليشيس كود. فبالتالي انا لما اخد ده كده، اخد اليو ار ال ده كله كوبي، اخد اليو ار ال ده كله كوبي وابعته لاي حد اللي هو الفيكتيم بقى اللي انا عاوزه يتنفذ عنده. فالمفروض هو اول ما يفتح ده هيتنفذ عنده الالرت اللي هو اكس اس اس. بس بما ان الصفحه مش مصابه اصلا فبالتالي ما ظهرش. انما هي لو مصابه هيفتح له الالرت
هيعمل له الالرت عادي، والماليشيس كود هيتنفذ عادي جدا يعني. فتعال نرجع تاني. فدلوقتي ده كود مصاب بالجافا سكريبت بالاكسس اس. تمام. هو هنا عامل كونست برام، عامل متغير اسمه برامز. البرامز ده فيه متصل باليو ار ال سيرش برامز اللي هو ده. تمام. ده يو ار ال سيرش. فهو وهو بياخد الداتا بتاعته من الويندو دوت لوكيشن دوت سيرش اللي هي علامه السيرش، وبعد كده بياخدها ويخزنها عنده في الكونست اللي هو اليوزر. وبعد كده انا بيطلب منك انت تدخل اسمك. فانا اول ما اكتب له احمد هيكتب لي هلو احمد. فانا طبعا انا كاتاكر مش هكتب له احمد لانه معلوش اي فاليديشن، معلوش. هو عاوز النيم بتاعك هياخده كده زي ما هو ويعرض له للمستخدم. فانا اول ما اكتب له البيلود فطبيعي جدا هينفذه، اللي هو البيلود اللي احنا كتبناه اللي هو السكريبت اكس اس اس اليرت اكس اس اس، اللي هو السكريبت قصدي. تمام. فبالتالي كده كده لازم ينفذه عشان معلوش اي فاليديشن. وده مثال للدوم. انا خدت كده ده كله كوبي كده وقمت عامله. تمام. بالتالي اول ما ابعته لاي حد هينفذ اللي هو الاليرت هلو. تمام. ده شكل بيلود تاني اللي هو الايمج سورس هنشوفه قدام. يعني ده بيلود تاني غير البيلود اللي احنا كتبناه. يعني عندنا بيلودز كتيره جدا يعني، بيلودز كتيره جدا. تمام. ما تفتكرش انها هتتحصر في 10 او 11 بيلودز انت تبقى حافظهم وبالتالي هيتنفذوا على اي براوزر او اي متصفح او اي صفحه. غلط. في اصلا بيلودز اصلا ما بتتنفذش غير على يعني متصفحات معينه. في بيلودز بتتنفذ على كروم، ما بتتنفذش على فايرفوكس، وهكذا يعني. تعال نشوف كود تاني مصاب. تمام. كود زي ده طبعا هو طبعا مصاب بدوكيمنت. تمام. هو الكود ده مصاب باكس اس اس طبيعي جدا. فاحنا عرفنا ليه انه مصاب باكس اس، لانه هنا بياخد الجيت اللي هو الريزلتس اللي هو مستنيها من السيرش كويري. تمام. وبعد كده يبعتها في ريسبونس على السند اللي هو الصفحه نفسها. فهو دلوقتي انا كتبت في السيرش وبيحط لك اصلا القيمه اللي انا بدخلها في السيرش كويري ما بين h1 element في HTML. فلما يحط لي في h1 element خلاص انا بتتعرض لي يعني اكبر حاجه h1 يعني حاجه زي كده مثلا او اكبر، يعني بتتعرض لي كده في الصفحه. فمعلوش اي فاليديشن، ما فيهوش اي مكتبات حمايه او اي حاجه. هو بيعرض لك مجرد انه بيعرض لك السيرش كويري نفسه من الفار، يعني من الكونست نفسه. يعني ده انا كنت فاكره فار، لا من الكونست نفسه بيعرضها لك اللي هو السيرش كويري. ياخد القيمه دي كلها من الفاريبل ده اللي هي كده. احنا عملنا الدولار ساين عشان يعرض الفاريبل نفسه، ما يعرضش الكلمه دي. هو بيعرض الفاريبل نفسه عشان موجود الدولار ساين في جافا سكريبت، وبعد كده بيعرضها لك كريزلت. تمام. فاي برضو بيلود هيتنفذ عندك الايميل سورس، برضو البيلود بتاع الايميل سورس هيتنفذ جدا. فانا دلوقتي الفكره من الدوم برضو ان انا لما اخد اتش ريف دي معناها ان ده عنوان او يو ار ال بياخد في التاج اي دي. تمام. او ما اخده كده وابعته للفيكتيم فخلاص هو كده بيتنفذ. تمام. ده مفهوم الدوم بيزد اكس اس اس عامه يعني. مقدمه سريعه كده عن ايه انواع الاكس اس اس اللي عندنا وازاي بيتنفذوا وازاي بيشتغلوا. وهنشوف برضو امثله على اكواد مصابه وازاي نقدر نشوف كود الجافا سكريبت نفسه كود المصاب. هنشوف في لابات زي لاب بورت سويجر ودي في دبليو اي. تمام. وهناخد عندنا تول اوتوميتد اللي هي الاكس اس اكس اس اي ار في الاخر كده هناخدها عشان برضو نعرفك ان الاوتوميتد قد ايه بيسهل علينا يعني. وخلاص كده. السلام عليكم.